السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا اخواني اخواتي المغاربه. كلامي اليوم موجه للاخوان والاخوات المغاربه. عندي كلام جيت نقوله في حق واحد السيده، وما غادي نكون لا ظالمه ولا مظلومه. هذا لوبينيون ديالي، هذه وجهه نظري انا. غادي نهضر من وجهه نظري وبالمنطق. المهم إخواني أخواتي، لأن الكلام موجه للمغاربة، إخواني أخواتي نساء ورجال بصفة عامة. الكلام اليوم على أمي نعيمة. أمي نعيمة البدوية، سيدة بسيطة، سيدة تعطت لها فرصة أنها تعمل شي حاجة في حياتها، تثبت وجودها، تثبت كيانها، تكسب لقمة العيش ديالها عن طريق هاد الشيء اللي وقع عليه البلبلة في المغرب بالخصوص، ألا وهو اليوتيوب. علاش حنا عاطين لليوتيوب هاد الحجم، ولا عاملين له واحد الهلمة اللي ما كيستاهلاش؟ واش السبب هو المادة؟ والجواب عندكم، السبب هو المادة. كل واحد ارزقه، ياك هذه كنعرفوها وهذه متفقين عليها، الارزاق بيد الله. بحال اللي قلت في الاول، الام ناعمه ولا امي ناعمه البدويه تعطت لها فرصه انها تبان للناس من خلال اليوتيوب، وكانوا ناس وراء هذا الشيء هذا. عطوها فرصه، تثبتت وجودها، بغاوها الناس. حب الناس لا يباع ولا يشترى. حب الناس ما كيتباعش بالمال. هي بغاوها الناس، فئه كبيره من الناس بغاتها. جيش من المغاربه، وعلى ما كنظن حتى الجزائريين بغاوها. الناس في العالم العربي كيتفرجوا فيها ككل، اوروبا، مهاجرين، مغتربين، كلشي كيتفرج في امي نعيمه. ما كاينش اللي ما كيعرفش امي نعيمه، ودابا امي نعيمه البدويه. كنتمنى ولا التوفيق في المسيره ديالها. علاش حنايا المغاربه، علاش اخوتي خواتاتي، حنايا ملي كنشوفوا شي واحد عنده واحد لقمه العيش، اولا تفتحت له واحد الطاقه ديال الرزق، واحد الشريجب ديال الرزق، واحد النافذه ديال الرزق، واحد البويبه واحد المتنفس ديال الرزق كنحسدوا عليها. انا متاكده بلي ان كاينين ناس كيحسدوا ناس على الرزق. علاش غادي نحسدوا على الرزق؟ الارزاق ياك بيد الله. حنايا مؤمنين بالله، كنامنوا بالله بلي ان ربي هو اللي كيعطي الرزق، واذا الرزق بيد الله. كيحيدوا لهذا ويعطيه لهذا. خليو السيده ترزق على راسها. امي نعيمه عرفناها كيف ما عرفناها. امي نعيمه البدويه عرفناها كيف ما هي، انسانه بسيطه تلقائيه عفويه. ماشي غادي نجيو دابا عاد غادي نربيوها حنا. السيده راه كتعرف اش كتقول وكتعرف اش كدير، والناس بغاوها بديك التلقائيه والعفويه ديالها. غادي نجيو حنا حتى لدابا حتى شفناها بنات راسها، فتحت قناه ديالها من بعد ما كانت تحطمت وهاجمتوها في الاول وطيحتوها، طاحت مزيان كانت في الاول، ولكن بفضل الله وبفضل الناس اللي كيبغيوها عاوتاني نوضوها. ربي ملي كيبغي يعطي شي حاجه لشي واحد ما كيحيد له حتى شي واحد اخر في هذه الارض. الا عطاك ربي شي حاجه راه عطاها لك، وهي عطاها حب الناس. هذاك الشيء ما كنعرفوهش حنايا، ما عندناش السر ديالو، هذاك السر بيد الله. بغاوها الناس. انا ما جالكم الهضره علاش بغيت نعمل اليوم موضوع على امي نعيمه. كيف ما كتعرفوا انا واحد المره كنسبق لي وهضرت على القنوات الكبرى والقنوات الصغرى، وانا بدي من القنوات الصغرى واللي الدعم جاني من سيده وحده، الا وهي فاطمه الزهراء بريس. قناه كبيره، بدات كتعرف عليه، توصل 100,000 ان شاء الله، تقلب توصل لها في القريب العاجل. هي الوحيده اللي عطاتني يد المساعده بدون مقابل، الوحيده، واللي خلت النظره ديالي على اليوتيوب ايجابيه، يعني من خلال فاطمه زهراء بريس. وكنت هضرت على الموضوع ديال هاد المقاتله، وهاد المدابزه، وهاد العداوه ديال القنوات الصغرى مع القنوات الكبرى. دعمني ولا نفضحك، وكنت عملت عليها موضوع بين اسماء بيوتي والسيده اللي كانت في بلجيكا.
مازال كنشوفوا من هاد الاشكال ديال الفيديوهات، وباقي كنشوفوا هاد الاشكال ديال المخاصمه والاشكال ديال العداوه. علاش واش هادشي كامل كيدور على حلقه واحده، الا وهي الماده. اذا اختي، انت اللي هاجمتي امي نعيمه فضحتيها، انا مجالك. انا ما كنعرفكش الاخت ديالي، ما كنعرفكش وما نكذبش عليك، وهادشي اللي درتي بلي انك فضحتي امي نعيمه وشجلتيها، قالت لك عطيني 1000 درهم. انت يا اختي هي طماعه، 1000 درهم. انت اختي راكي طماعه كثار. علاش اختي؟ باغيه تطلعي على ظهر امي نعيمه باش تربحي فليسات. اشنو باغيه تربحي؟ الشهره؟ عندك شي موهبه باغيه تبينيها؟ باغيه فليسات. اخواني اخواتي المغاربه، الله يجازيكم بخير، فتحوا الادمغه ديالكم معايا. علاش هاد السيده هادي فضحت امي نعيمه الا ما كانش المبتغى كله هو الطمع؟ وفتحوا عينكم مزيان، الزوم، وفتحوا وديناتكم. اذا انتنا ماشي طماعه، انتنا مسكينه، انتنا الحمل الوديع، انت هي الفيكتيم، انت هي الضحيه في هذه القصه. هذه هي الذئب وانت النعجه. لا حبيبتي ديالي، الايه هنا معكوسه، انت الذئبه وهي النعجه، لانها مسكينه، مع احترامي لامي نعيمه، لانها مسكينه على سجيته، سيده بدويه بسيطه في الثقافه ديالها، بسيطه في الافكار ديالها. هضرت على نيتها، قالت لك عطيني 1000 درهم، لان هي سمعت ديجا، هي سمعت بلي ان راه قالوا ليها، راه هي منين غتعرف هذا الشيء هذا اصلا؟ امي نعيمه منين غتعرف هذا الشيء هذا؟ راه الا ما كانوش يقالوا لها، راه اصلا كاينين قنوات كبرى وكتدخل مداخيل وكتخلص بهذا الشكل هذا. ندعمك عطيني 1000 درهم اولا 2000 درهم، وانا كنت هضرت عليها وقلت عيب وحشومه وعار اللي كيطلب الفلوس. امي نعيمه السذاجه ديالها مسكينه، بما انها انسانه الثقافه ديالها متواضعه، ما قراتش، ما كتعرفش، وهي كتقولها كتقول انا ما قريتش، ما عرفتش، ما كنعرفش، يعني داكشي اللي كيقولوا لها مسكينه عالم جديد عليها. جاب الله كتعامل مع ناس عادي، يعني حتى الا طلبت انها تدعمك، فانت النيه ديالك كانت اسوء. هي نيتها كانت في 1000 درهم، وحتى الا كنت عطيتيها 1000 درهم حلال فيها، لانها دابا حاليا هي باقا ما تخلصت، مازال ما عندهاش، من بعد ما وقفوا لها الفيديوهات ديالها من القناه الاخرى ديال مربوحه. كنظن بلي انها مضروره، حتى الا عطيتيها ما كانش فيها الضرر، مع انك يا اختي طمعتي بزاف. انتينا قناه واصله ما عرفتي شحال، وانتي باغيه امي نعيمه تدعمك، ونيه السوء اللي فيك معيطه ليها ومسجلاها وفضحها مع الناس باش ديري البوز على ظهرها. دابا انت شنو هو المبتغى ديالك؟ دابا انت درتي الاجر، واش انت ماشي طماعه؟ انت هي موت الطمامع، لان انت كنتي باغيه القناه ديالك تزيد 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 تزيد، وتدخل مداخل، دخل 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 دخل، كتاكلوا ما تشبعوا. انا ما فهمتش حنايا فين غادي نبغيو نوصلوا بهذا اليوتيوب المغربي. الى الهويه حنا فيها، الا باقي لهم غير يشدوه لنا، لان نضت واحد النيضه البلباله، كلشي على الدراهم. السعر بنادم سعار، بنادم مسعور، غير اللي في يدو شي حاجه جعل بحال النحال تقرب ليا نشكك، غير اللي في يدو شي اوديو ولا شي تليفون ولا شي مشقوف ناضي يسجل خوه. ايوا راك على الفراجه، اتبهدلتو، راه بالله الا ريحتنا عطات في اليوتيوب. شوها كلشي باغي يربح، ماشي كلشي كيربح، اجتهادك هو اللي غادي يربحك، وبشويه على كل هذا. حتى الا ما بغاوش يدعموك او يدعمونا حنا كقنوات صغرى، اجي طلع لي اختي، طلع لي عليا في القناه ديالي شحال عندي انا، وضربه عاد، وعندي موهبه ديالي، وكنقولها وكنعاودها، وما نعملش هاد الشوهه اللي كتعملوا نتوما، لان ما نكذبش عليك هاد الشيء كيتدخل فيه الاخلاق، المبادئ، الكرامه ديال الانسان. ما نخليوش حنايا ونردوا كلشي على الفقر. خصنا نربحوا، ولكن بطريقه معقوله، ولكن بطريقه معقوله، ماشي انك تمشي تفضح الناس، تسبب اذى للناس، تقطع لهم مصدر الرزق ديالهم. انا كلامي موجه لهاد الاخت هذه اللي ادات امي نعيمه، وانا مع الحمله ديال نحن كلنا امي نعيمه. الله يوفقها، الله يجيب لها التيسير، الله يعاونها، وهي فوق الفوق، واللي باغي يأذيها ان شاء الله العلي العظيم راه ما كيجيبها غير في راسو.
خليهم يدخلوا عندك الناس يبغيو يشوفوا، من بعد غادي يجيو يفكروا فيها بلي انك انت اللي بديتي الاذى، لانك سجلتيها وكانت عندك نيه السوء، وعلى نيتكم ترزقون، على ديك النيه ربي كيرزقكم. فما تفرحش يا اختي بزاف لانك نوضتي هذه البلبله كلها المي ناعمه وبغيتي تطلعي على ظهرها باي طريقه كانت، بالخطر ولا بالزز، وهذه ظاهره رجعنا كنشاهدوها بزاف في المغرب. حتى واحد الاخت تعرضت ليها، اسمها صباح، السيده اللي توفى لها الزوج ديالها، كيهددوا فيها اعطينا التسجيلات اللي بينك وبين ربيبتك، بغينا نديروا البوز، يعني كلشي باغي يدير البوز. صاحبات القنوات الصغرى، خليو القناعه في القلب ديالكم، خليو عندكم كرامه، خدموا فيديوهاتكم، الا كتب لكم شي نهار غادي تطلعوا، ماشي كلشي غادي يطلع، الدنيا مقامات، كاين اللي كتعطيه يطلع بالخدمه ديالو، بالمجهود ديالو، بالكاريزما ديالو، حب الناس، وكاين اللي كيعمل كل مجهوده وما كيطلعش، لان كاين السر تما، يا اما ما كيخدمش على قناته، يا اما ما بغاوهاش الناس، يا اما بزاف الحاجات باقي ما جاش الوقت، الرزق باقي ما جاش، باقي ما اذنش الله. نهار اللي غادي ياذن الله القناه ديالك تقدر تطلع. اما اللي داخل على نيه وسوء نيه وباغي يكبر قناته، يفضح صاحبات القنوات الكبرى، ولا يسجل لهم، ولا يدعي فيهم، ولا يقول راه حنايا طلبناهم وما دارولناش، هادشي كلشي بالخطر. حتى الا ما كانش بالخطر وطلبوا اللي كيتخلص، انا عتبي على الناس اللي كتخلص، ولكن هذاك كيرجع المساله كترجع بيدهم كل واحد والنظره ديالو. كاين اللي كيقول لك هي نتخلص حلال ومشروعه، لانني قناتي انا خدمت عليها، انا فحال شي مسلسل ولا شي فيلم اللي غيدخلوا فيه الاشهارات او اللي غادي نعمل لك بيبليسيتي راه كيتخلصوا. واحد الناحيه منطقيه، ومن واحد الناحيه الاخرى كنقولوا حنايا كمغاربه ومسلمين، يعني وعندنا ديك الشق ديال كنتعاونوا، وديك كنمدوا يدنا للغير وكنبغيو الخير، يعني بلا ما نطلبوا الفلوس، وحنا غير مجتمع بسيط وناس على قد الحال. انا ضد ان امي نعيمه طلبت الفلوس، ضد هاد الفكره هذه، ولكن العفو عند المقدره، نسمحوا لها، راه غير سيده جهله عباد الله، راه غير سيده جهله. الا كان اللي كيدوي قدامك بحال اللي كنقولوا حنا حماق، اللي كيسمع يكون بعقله. انت اصلا داخله من الاساس، داخله مهاجمه، داخله نيه سوء عندك، بديك نيه السوء وصلتي انت دابا عامله جيوش باغيين يشدوا قناه لمي فاطمه، لمي ناعمه، على اساس انها طلبت الفلوس. خوتي انا بغيت غير نفهمكم، هي هاد السيده هذه اللي طلبت من امي ناعمه، طلبت منا الدعم، شنو كان المبتغى ديالها؟ علامه استفهام كبيره. شنو هو المبتغى ديالها؟ ماشي هو ديك الفلوس بحد ذاته، هو ديك الفلوس. حكموا عقولكم، خدموها بالمنطق، ما تظلموش الناس. الا كانت امي نعيمه غلطت، انا سمعت الفيديوهات ديالها مؤخرا كتقول ما بقيتش نطلب الفلوس، مسكينه تابت لله، خافت، ما بغاتش، صافي مرقت. حشومه عليكم، عيب وعار، خليو السيده تخدم على راسها، على وليداتها، على حفيداتها، فرحانه مسكينه بديك الطرف ديال الرزق، راه كيبان عليها بلا الفرحه باينه عليها. ما دات لحد، ما سرقت من حد، بغيتو تفرجوا فيها كتفرجوا، ما بغيتوش كتخرجوا، والله يعاون كل واحد على حياته وعلى شغله. ولكن سوء النيه واللي كيدبر النيه السوء للناس، هذاك هو اش غادي نقول لكم، هذاك هو الذئب في حد ذاته، هذاك هو اللي منه الخوف، وما تتبعوش. قالك غير حفره غرقه ما عرفتيش شكون يطيح فيها. حكموا عقلكم. الجيوش اللي كتقولوا نتوما اللي مديك مع ديك السيده وضد امي ناعمه، كنتمنى انكم تحكموا العقول ديالكم والضمائر ديالكم، تخليو السيده امي ناعمه تخدم خدمتها. الا كانت غلطت راه طلبت السماحه، قالت انا ما بقاش نطلب الفلوس مسكينه من الناس، مع انها علاش لا، الا كانت محتاجه حنا نعطيوها. دابا ملي عندها واحد المصدر ديال الرزق حنا نعملوا عويناتنا عليهم، علاش حنا المغاربه هكذا؟ علاش السينيال؟ حنا اي حاجه غادي نعملوها السينيال، علاش؟ راه يفطن بينا اليوتيوب اللي انا عاملين بيناتنا هاد الحروب هادي، كنظن بلي انه غادي يشد علينا اليوتيوب. وشي نهار غادي يشد لكم اليوتيوب في المغرب يشد لكم اليوتيوب بحال يشدكم ديك الواتساب. اي انا غير كنقول ما تقدرش تعرف، لان عندنا حروب، كاينه حروب
الساعه نشوفوا حنايا هذا الباب الرزق اللي كانت مفتوحه ونوضنا كلشي كينبح، كلشي كيغوت، كلشي خصو. لا يعقل، لا يعقل. اخواني اخواتي، كنتمنى انكم تحكموا الضمائر ديالكم، العقول ديالكم. سيده بسيطه، سيده بدويه، سيده ثقافتها على قد الحال، حتى الا كانت غلطت طلبت السماحه والعفو عند المقدره، واللي غلب يعفو. هادشي اللي عندي نقول. كنتمنى ان المستوى ديال اليوتيوب المغربي، كنتمنى مستوى اليوتيوب المغربي يرقى ونحضروا العقول ديالنا ونخدموا المسائل ديالنا بالمنطق والعقل، قبل ما نجيو نكتبوا اي تعليق ولا نهاجموا ولا نسينياليو ولا راه ماشي غابه، حشومه. هادشي اللي كنقطعوا في بعضياتنا حنا راه حشومه وعيب، اقسم بالله العلي العظيم الا عيب. يعني ما عندناش الوجه يتفرجوا فينا غير خوتنا من الدول العربيه الاخرى. فين هو وجهنا؟ ودابا كيجيب لكم الله نتوما غير وراء حساب، وراء الشاشه، وراء حساب كتكتبوا، راه ما كتعبروش على الصوره د بلادكم، كتعبروا عليها بقوه، كتعبروا على المستوى الثقافي، الفكري، الاجتماعي، كتعبروا على كل شيء من خلال ديك التعليق الوحيد اللي نزلتيه انت ولا انت. لان كاينين الناس كيشوفوا وكيقراو وكيضحكوا علينا، هذا اكيد. مقطعين في بعضياتنا، مشلضين بعضياتنا مزيان في اليوتيوب. كنتمنى نرقاو، كنتمنى نخليو كل واحد يعمل العمل ديالو، خدمته ويديها في سوق راسو. اللي غيقدر يكتب شي تعليق زوين باش يزيد بخاه القدام، راه التعليق الايجابي كينفعك انت اولا صاحب التعليق قبل ما كينفع الطرف الاخر. لان ملي كتخرج شي حاجه ايجابيه من عندك كتعطيك، كتشحنك بالطاقه الايجابيه. الطاقه الايجابيه ما احوجنا اليها في هذا الزمن، والطاقه الايجابيه كترجع لك غير بالنفع في صحتك، في رزقك، في المورال ديالك، في تفكيرك الايجابي. تفكيرك كيتبدل من سلبي كيرجع ايجابي، كترجع كتشوف الدنيا زوينه، صحتك من داخل كتصح، صحتك كتحسن غير بشي حاجه ايجابيه قلتيها انت ولا كتبتيها، حتى كتشحن بالطاقه الايجابيه. ولكن التعاليق السلبيه اللي كتكتبوا وراء الشاشات راه كترجع لكم غير كتنرفيكم نتوما الاولى، كتعصبوا، كتشنجوا وكتستريساو غير نتوما، وكتدخلوا الجسم ديالكم الطاقه السلبيه اللي كتستنزفكم وكتخليكم دائما مرض، دائما معصبين، ما كتجوزوش نهاركم مزيان. هذه علميا كاينه، وسيروا بحثوا عليها، الطاقه الايجابيه والطاقه السلبيه، ومن خلال الكلام اللي كنتكلموا، ومن خلال الكتابه اللي كنكتبوها، ومن خلال التفكير كيفاش كنفكروا. كنتمنى ان المستوى ديالنا يرقى. صافي خلاص خصو يرقى المستوى في اليوتيوب. كنهضر مع خواتي وخواتاتي المغاربه فين ما بغاو يكونوا. كفانا تقطيع في بعضياتنا في اليوتيوب، راه فرجنا فينا عباد الله. مي نعيمه انسانه طيبه، انسانه على سجيته، انسانه ما متصنعاش نهائيا. داكشي اللي كتعيشوا كتقولوا حنا قبلناها هكذاك، ومسكينه ما كنظنش راه مسكينه كتعمل شي حاجه خارجه الطريق، ولا راه حتى الا غلطت شي مره في شي حاجه في شي كلام راه لسان ما فيه عطام، وهي انسانه تلقائيه. العفو عند المقدره، واللي غلب يعفو. الله يهدي من خلق. غادي نختم الفيديو ديالي. الله يصلح هذا الفيديو، هذا اليوتيوب المغربي، وهذه الفيديوهات اللي رجعنا كنشوفوا، وهاد الاشخاص اللي باغيين يديروا البوز من لا شيء بأذية الناس، وأذية الناس ما كيبغيها لا ربي ولا عبده. وانا هنا قلت غير الحق، شاء من شاء وكره من كره. كنتمنى لكم نهار مبروك، ايام سعيده. كنتمنى لكم طيبه الخاطر، كنتمنى لكم الاشياء الجميله، كنتمنى لكم الهدايه. الله يهدينا ويهديكم. الله يهدينا على بعضياتنا كاملين في هذا اليوتيوب اللي صبحنا كنشوفوه في الهويه، اليوتيوب المغربي، السمعه ديالو في الحاضر. المهم اخواني اخواتي، كما بديت الفيديو، اخواني اخواتي المغاربه، نتمنى تاخذوا كلامي على محمل الجد ونتقوا الله في بعضياتنا.
نتقوا الله في هذه السيده هذه اللي باغيين تسينياليو ليها القناه ديالها. نعيمه، كنتمنى لك كل التوفيق، كنتمنى لك مسيره موفقه. ان شاء الله العلي العظيم نشوفوا حفيداتك كيكبروا في عزك ان شاء الله العلي العظيم. احترامي وتقديري للاخوان والاخوات المغاربه فين ما بغاو يكونوا. كنضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم والى فيديو جديد ان شاء الله.